السلام عليكم، معكم حسين من قناة والد الطحاوي. والفيديو ده كان المفروض يتعمل من أيام ما القناة كان اسمها سحس تيوب سنة 23 شهر 5 يوم 19. وكان باسم مخاطر الذكاء الاصطناعي. ادينا هنعمله بس بتاع جديد وكده يعني ماشي. ففي ايه بقى؟ ايه يا اسطى؟ ايه الموضوع وايه الحوار؟ انا اقول لك دلوقتي. المفروض ان الذكاء الاصطناعي بياخد حبة حبة الشغل مننا. اوكي، دلوقتي سواق، كمان شوية يبقى نجار، كمان شوية يبقى حلاق، حاجات كده يعني. اوكي، فالحاجات دي احنا بنديها له واحدة واحدة وحبة حبة، وهو بيعرف يتأقلم معاها ومش عارف ايه، وبيتعلمها مع حاله واحدة واحدة. كمان شوية يعني الكلام ده انا كنت كاتبه سنة 23، احنا دلوقتي 25. ففي حاجات كتير اوي اتغيرت. من ضمن الحاجات دي ان دلوقتي بقى ممكن يطلع لك فيديو كامل انت ما عملتش فيه اي حاجة، ماشي، ويصحي لك الميتين وينيم لك الصاحيين وحاجات كده. اوكي، وكل ده في ناس ما تعرفش هو بيتعمل ازاي، او بمعنى تاني ان الناس اللي بتطلع الكلام ده هي بتقول له اعمل لي كذا، ما تعرفش هو ذات نفسه بيتعمل ازاي. فانت هتفضل ماشي بالمنوال ده سنة سنتين كمان، هتلاقي ان البني ادمين مخهم عفن، ما بقاش مضطر انه يتعلم ده، مع ان ده مفيد لدماغه ذات نفسها. فاهم حاجة؟ يعني مثلا السواقة زي ما بنشوف دلوقتي العربيات اوتو بايلوت واوتو باركينج واوتو مش عارف ايه واوتو بتاع، خلاص انت مش هتتعلم اصلا سواقة، ماشي. نيجي كمان سنتين لما الناس كلها ما تبقاش بتسوق، والجيل الجديد بقى يجي ما يعرفش يعني ايه اصلا سواقة، هي حاجة بيلاقيها كده لوحدها. هنا بقى الخطر، هنا الناس انت علمت ده حاجة وجيت بعد كده ما تعرفش هي بتتعمل ازاي. فاهم حاجة؟ يا رب تكون الفكرة وصلت، عشان انا مش عارف اوصل ايه اكتر من كده. فاهم؟ ده كان كل الفيديو. ولو عايز تشارك بقى تقول لي رأيك، تقول لي حصل ايه، تقول لي انت شايف ايه، وايه اللي المفروض يتعمل، وهل ده حلو ولا وحش، وهل ده وحش ولا حلو. قول لي تحت في الكومنتات، وانا الفيديو الجاي هنكمل الكلام ده مع بعض. اوكي، يلا جبار.